أصحابي وأخواتي إزيكم عاملين إيه؟ يا رب كل واحد فيكم يكون بخير. أنا دلوقتي عامل سلسلة اسمها سلسلة قصص ملهمة. يعني أنا عملت عنها فيديوهات قبل كده، بس أنا ابتديت أفكر في موضوع إن أنا أنزل منها فيديوهات تاني وكده من قريب، فده أول فيديو في السلسلة، أو ده يعتبر تالت فيديو في السلسلة، بس إحنا نقول ده بارت 1. أوكي؟ ماشي. أول حلقة بتتكلم عن مصطفى أبو سريع. من حوالي 3 4 أيام كنا بنتفرج على إبراهيم فايق، فلقيته أنا متابعه على اليوتيوب، اللي كان عامل بودكاست اسمه فايق ورايق، فأنا متابعه لقيته منزل إيه، منزل حلقة لمصطفى أبو سريع. فأنا مصطفى كوميديان جامد بالنسبة لي وممثل جامد، فأنا إيه قلت أخش أتفرج على الحلقة مش عارف إيه كده. فدخلت اتفرجت على الحلقة، لقيت قصة يا جدعان من أمتع القصص اللي ممكن تقابلوها في حياتكم. يعني راجل تعب أوي في حياته، راجل شقي في حياته، ما جاتلوش على طبق من دهب زي ما جات لناس كتير. يعني إحنا كلنا بنتعب وكلنا بنشقى، أو حتى إن في ناس جات لها على طبق من دهب، بس الناس دي اللي جات لها على طبق من دهب تعبت وشقيت برضه. يعني هي بتبقى بس إيه، جات لها زقة في الأول، بعد كده ربنا كرمها واحدة واحدة عشان هي بتتعب وبتشقى فوصلت. الموضوع ابتدى مع مصطفى أبو سريع إزاي؟ الأول هو كان شخص بيقلد كل الناس الموجودة في الشارع. عارف انت اللي هو الواد اللي مش عارف يلاقي حد يعني يقول له يقلده زيه كده. هو ده مصطفى أبو سريع. فكان قاعد على القهوة مع صحابه ومش عارف ايه، فكان عنده واحد صاحبه مش متذكر اسمه بالظبط، كان تقريبا اسمه عبد الرحمن النجار. غالبا عبد الرحمن النجار. فالمهم قال له مصطفى انت لازم تمثل. قال له يا ابني انت كاركتر حلو ومش عارف ايه، وفضل يشجعه بالكلمتين الحلوين دول. راح المعلم حط الموضوع في دماغه، بالذات ان هو ما كانش حاطط في دماغه حته ان هو التعليم. هو الراجل كان نفسه يلعب كوره وربنا ما كرموش في الكوره زي حلمي وحلمك وحلم شباب كتير قوي. طبعا البنات ما تعرفش حاجه عن الموضوع ده كله، ده حلمنا احنا كشباب من صغرنا ان احنا كان نفسنا نلعب كوره، بس يعني هو في الاول وفي الاخر نصيب الحمد لله. فالمهم قال لك أنا خلاص كده، بعد ما هو خلص الثانوية العامة جاب تراكمي 48 84%. فالمهم راح دخل كلية تجارة. دخل كلية تجارة غالبا. وهو مش حابب الكلية دي، زي برضو دخل تربية رياضية. تربية رياضية فهو ما كانش حابب الموضوع ده، فراح سقط علشان خاطر كان عايز يخش معهد فنون مسرحية، أو كلية آداب قسم علوم مسرح. فالمهم هو راح أي أول سنة دخل عشان خاطر يسقط نفسه، فمش عارف عمل ايه في الأول مادة اللي هو المفروض إن هو يسقط بقى خلاص، إن أنا مش هعمل أي حاجة تاني، أنا كده ساقط. دخل جاب جيد جدا عشان خاطر هو منظم في الورقة وبيعمل مش عارف سطر ايه وسطر ايه والكلام ده. المهم تاني مادة كذلك، راح قالك لأ تالت مادة دي بقى أنا مش هروح خالص. راح المعلم راح قعد مع واحد صاحبه تاني في كلية تانية كان بيمتحن برضه، فراح قعد معاه وقال لك بص مصطفى صاحبي ده والله سايب امتحانه وجاي. المهم المادة راح ايه راح سقط فيها وراح عادي السنة من أول وجديد. راح المعلم بقى ايه، قدم في الحلم اللي كان نفسه يخشه، اللي هو آداب قسم علوم مسرح. فالمهم دخل المعلم، خد الأربع سنين بتوعه، كل الكلام ده هو عايش في اسكندرية أساسا. فدخل أخد الأربع سنين بتوعه. راجل شيك مش عارف ايه، شغال ها فرق بره والكلام ده كله، لحد ما أخد جايزة أحسن ممثل في اسكندرية. يعني هي دي حاجة كبيرة وحاجة صعبة، عشان خاطر الإسكندرية يعتبر من أكبر البلدين اللي طلعوا نجوم كتير. اسكندرية والقاهرة هم دول اللي فيهم المعاهد والشغل والحاجات دي كلها، وفكرة إن أنت تاخد جايزة أكبر ممثل في البلد بتاعتك دي، يعني دي شرف كبير أوي ليك طبعا، يبقى أنت حد جامد. وبرضه أنت راجل نقابي، أخدت 4 سنين وطلعت الكارنيه، فأنت كده راجل شكرا، أنت مش محتاج أي حاجة تاني. فالمهم راح المعلم عمل ايه، نزل بقى القاهرة خلاص، قال لك أبدأ بقى ايه الحلم في القاهرة، وإن شاء الله ربنا يكرمه ويتعرف على مخرجين ومش عارف ايه. فهو راح بقى نزل القاهرة، هو وثلاثة أصحابه تاني كانوا برضو حلمهم إن هم يمثلوا. جاله مواعيد بقى في مكاتب كاستنج، الحاجات اللي احنا بنروحها وهي في خالص دي. فالمهم كان ساعتها زمان شغال، يعني قبل ما يطلع الريجيسير والحاجات الجديدة اللي لسه طالعة دي. فالمهم راح المعلم مكتب واتنين وتلاتة، انت عارف بقى كل مرة يقول لك ايه، مش عارف طب استنى المرة الجاية، طب احنا هنبقى نكلمك مش عارف ايه. وكده كده معروف في الكاستنج، اللي هو انا معرفش ازاي اساسا انتوا تعرفتوا انا ممثل منين، اللي هو بتخش ازيك، الحمد لله تمام، انت عامل ايه، تمام والله بخير. عرف اسمك سنك مش عارف ايه، انت خريج ايه، الجو ده كله، عملت ايه قبل كده. فاوكي. بروفايل يمين، بروفايل شمال،
ابتسامة. فاللي هو أنت عرفت منين إن أنا بامثل يعني؟ المهم مش قصتنا عن الموضوع ده. فراح المعلم دخل كاستنج والتاني والتالت ما فيش نصيب. المهم هو ما يئس. فراح بعد كده ايه، راح دخل مكتب لكاستنج. هو ما كانش يعرف ان ده كاستنج لمسلسل نور الشريف. هو كان رايح على اساس ان هو مسلسل لكريم عبد العزيز. هو كان الشركتين في نفس البرج. الشركتين كانوا في نفس البرج اللي هو رايحهم. فالمهم هو العيال قاعدين جنبه فسامعين بيقولوا ده في كاستنج لنور الشريف ومش عارف ايه. فهو بيسأل بقى الناس اللي قاعدة جنبه يا جماعة هو فين الكاستنج بتاع نور الشريف ده، عايز يروح يقدم الراجل. فبيقول لك العيال ضحكوا عليه بقى، انت يا ابني قاعد في المكتب هنا اوريدي. فراح قال لهم انا بتكلم بجد مش عارف ايه. قال له هو ده الكاستنج بتاع نور الشريف. فهو اللي اتصدم كده. فناس كتير بقى قدامه ومش عارف ايه. فراح صدام قال لصاحبه ايه، صاحبه وعمال يقول له يلا يا ابني ومش عارف ايه يعني لسه بدري. والعيال يأس ومشي يعني صاحبه. فالمهم بيقول لهم طب فين كاستنج كريم عبد العزيز؟ فراح قالوا له لا ده فوق. راح الراجل الأخ طلع فوق عمل الكاستنج. ونزل تحت كان فضل برضه مستني دوره ومش عارف ايه. فأول ما دخل فعمل الكاستنج بيقول لك المخرج مش عارف ايه اللي كان عامل المسلسل ساعتها قعد معاه. فاداله جملة يقراها. فعجبه أداؤه. عجبه طريقة قرايته. والحاجات دي طبعا بتاخدها انت من الخبرات ان انا بشتغل مرة واتنين وتلاتة واربعة. فانا خبراتي بتزيد في المجال بعرف ان انا اقراه. بعرف ان هو مثلا ايه يديني الجملة يقول لي انا عايزك تقولها لي بزعل. فانا لازم احسسه احساس الزعل. عايزك تقولها لي بفرحة فانا هقراها له بفرحة. فاهمين انتوا الحاجات دي؟ الحاجات دي ممتعة قوي يا جدعان بجد. فالمهم واحدة اتنين تلاتة فراح قال له خلاص هنبقى نكلمك. المهم المعلم روح وقال له صاحبه بقى هناك في البيت قال له انت عملت ايه؟ قال له انا دخلت مش عارف ايه وقبلوني. راح المهم راح الواد بص له كده وزعل. قال له اعمل لك ايه يا عم مش انت اللي مشيت ويئست والجو ده. فالمهم راح المعلم فضل مستني لحد ايه. كان المفروض متفق هو واحد تاني صاحبه او انا مش متذكر اسمه بالظبط، هو ممثل كبير دلوقتي. لو حد اتفرج على فيلم بنك الحظ اللي هو كان عامل دور ابن بيومي فؤاد. أنا مش فاكر اسمه بالظبط، خالد حاجة كده. بس هو ممثل شاطر وممثل تقيل يعني موهبة فذة ما شاء الله عليه. فالمهم قال له كان ساعتها قايل لمصطفى ابو سريع احنا نروح مع بعض كاستنج لنور الشريف وكان بيكلمه قبلها. فراح كلمه قال له قال له يا مصطفى احنا رايحين النهارده كاستنج لنور الشريف. قال له انا عندي ميعاد. قال له انتوا رايحين الساعه كام؟ قال له احنا رايحين الساعه 2. قال له لا انا ميعادي الساعه 7 بالليل. المهم راحوا له الساعه هو بقى راح له الساعه 7 بالليل. فدخل لقى الاستاذ نور قدامه. فاللي هو ايه ايه يعني ربنا يوعدنا رب والله بالموضوع ده بجد. فراح دخل قعد معاه لو اداله جملة اتنين تلاتة قال له يا ابني انت هتبقى كوميديان كبير وربنا هيكرمك ان شاء الله ومش عارف ايه. فالمهم ها اشتغل بقى في الكبير. كان ساعتها قبلها كان عامل الكبير لو حد يفتكر دور قطر. كان عامله ساعة امريكان فوتبول والكلام ده. فراح المعلم دخل بقى وقال له انا عامل كذا وكذا وكذا وهو طلع في كذا حاجة. وبرضه كان عامل شوية اعلانات بتاع السيخ الشيش والجو ده. فالمهم دخل انا عملت كذا وكذا وكذا وكذا. المهم المعلم اتقبل في الكاستنج. ف يعني انا شايف ان دي من اكتر القصص ال- الملهمة اللي ممكن اسمعها في حياتي. انت دلوقتي راجل كنت بتتعب وبتشقى وبتعمل اللي عليك وربنا في الاخر ايه كرمك باللي انت عايزه. ف يعني اللي انا استفدته من القصة دي اللي هو انا مش هتعب ولا هيأس. هي في كواليس كتير في القصة بس انا حاولت ايه اختصرها لكم في اقل وقت عشان تستفادوا من القصة يعني عامة. المهم اللي انا استفدته ايه يعني ان انا اتعب واشقى واعمل اللي عليا. الحاجات دي كلها حاجات بديهيات احنا عارفينها. بس انت عارف ساعات كل واحد فينا بيجيله فترة يأس. فترة اللي هو احباط هو مش عارف يعمل ايه في حياته. مش لاقي حاجة جديدة يعملها في حياته. يعني اللي هو خلاص اشتغل مسرح كتير قعد سنة واتنين وتلاتة شغال مسرح. اللي هو تعب ويأس. يعني فكرة ان البني ادم يصبر على الحاجة دي فكرة صعبة ومش سهلة. عشان كده ربنا بيقول اخر الصبر جبر. اللي هو انت مهما تصبر ربنا ان شاء الله هيجبرك. بس الفكرة نفسها صعبة مش سهلة ان انت تصبر وان انت تستنى وان انت بتتعب وبتشقى في كذا سكة مش سكة واحدة. بس انا شايف ان كل الحاجات دي بتأهلك لقدام. اللي هو آه انت مش هقولك انت اقل من الناس دي بس انت ما خدتش الخبرة بتاعتك الكافية اللي انت توصل تشتغل مع الناس دي ند بند. فانت لازم تدرس
لازم تشتغل، لازم تتعب في كل حاجة. يعني حتّة النوم دي أنا باشوف ناس بتنام بالساعتين وال3 بس عشان عندها شغل وتقدر توفّق في شغلها. وفي نجوم تانية بتعرف تنام كتير، بس دي حاجة ودي حاجة تانية، إن أنا باتعب وباشقى وأطوّر من نَفْسي عشان لحد دلوقتي يعني الناس التقيلة الكبيرة زي المَثل الأعلى أستاذ كريم عبد العزيز، لحد دلوقتي بيخش ورش already. كل مثلًا ما ييجي له دور في فيلم أو مسلسل بيخش ورشة، يطوّر أدواته، يفهم النص أكتر، يدرس، الحاجات دي كلّها مطلوبة. فإحنا بنتعب. إحنا بنتعب وبنعمل اللي علينا، والكلام ده مش في المسرح بس أو مش في السينما بس، أنا باتكلم ده عن نطاق العام والنطاق الواسع. لو أنت مثلًا بتحلم بمشروع كبير وعايز ربنا إن شاء الله يوفقك فيه، فأنت هتتعب وهتشقى ومش هتنام الليل، وبُص هتتشقلب عشان تعمل كل حاجة. فأنا عايزك تتعب بس، تتعب والله العظيم وإن شاء الله، إن شاء الله ربنا هيكرمنا كلنا. وأهم حاجة صلاتك، ما تسيبش الصلاة، ما تسيبش الصلاة، ما تسيبش الصلاة. أديني قُلت لك 3 مرات أهو. الصلاة أهم حاجة في الدنيا دي، أكتر حاجة بتقرّبك من ربنا. فكرة وأنت ساجد كده وبتقول يا رب يعني حقق لي حلمي، يعني غمضة عين ولا أخدت منك ثانية وممكن تلاقي حلمك بيتحقق في الثانية التانية. أنت ما تعرفش الخير فين والله. بس أنا عايزك تعمل اللي عليك وإن شاء الله، إن شاء الله ربنا هيجبرك وهيجبرني وهيجبرنا كلنا إن شاء الله. يلا أشوفكم في حلقة جديدة إن شاء الله من هو مش برنامج، يعني هو إنه هنقول فقرة سكتشات بسيطة بس بتتكلم عن قصص ملهمة، فإحنا هنسميها الsketch قصص ملهمة. فإن شاء الله أشوفكم في حلقة جديدة من قصص ملهمة. يلا أشوفكم على خير، سلام.